السلام عليكم كبيدات ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير وصباحكم مبروك والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. كنبدا معكم صباحي، توحشتكم بزاف وغبرت عليكم، وكيف كيقولوا حقكم على هاد الغبرة وعلى هاد الوقت الطويل اللي انا غبرت عليكم. كنشكر كاع الناس اللي سولوا فيا والناس اللي شجعوني انني نرجع نحط فيديو كيف ما كان. فعلًا أنني كنت كرهت أني نهز التليفون ونصور ونحط فيديو، ما عرفتش علاش، وإنما كتجي واحد الحالة نفسية اللي كتعطي الملل ملي كتشوفي كتعطي واحد المجهود وداك المجهود ما كيلقى حتى شي نتيجة، كيجي الملل. ولكن الحمد لله بفضلكم أنا رجعت اليوم نحط فيديو جديد، وهذا النهار ديال الإجازة ديالي وجيت نشاركو معاكم. وجيت نقول لكم أنا شنو كندوز في هذا النهار وشنو غادي ندير فيه. أول حاجة البنات شاركت معكم الرغيفات، صايبتهم الفطور، فطرنا من بعد ما خرجت مشيت نيستو وخديت اللحم من نيستو، حيت إن شاء الله اليوم ناوية نعمل كبسة باللحم. وكذلك جيت لهنا باش نشري بهارات. البنات اللي في الرياض باغين بهارات مغربية، باغين البرقوق، باغين المساخن، باغين أي حاجة، بسيبيسة، قعقلة، داكشي كامل راه متوفر في الجناح ديال البهارات في نيستو. أنا هنا جيت نشري البهارات البرقوق. غنشارك معكم هاد الفكرة هادي عطاتها لي ماما ونفعتني. أنا شاهد بنتي دائمًا كيجيها القبض وعييت بالدوايات، عييت بالأطباء، ولا دابا ملي كيجي القبض كناخد البرقوق وكنبخرو ومن بعد كنعصرو، كنخليه حتى كيبرد، كنعصرو مع الليتشين الأورانج وكنعطيه ليها عصير، وديك الساعات الحمد لله كيفوتها الحال وكتولي مزيانة. يعني اللي عندها وليدات في نفس هاد الوضع هذا كنصحك بالبرقوق. المهم حبيبات ديالي كيف ما شفتوا هذا من اللحم ما غنطيبوش كامل الغدا، وانما انا غنفرق الجوده على الايام. داكشي علاش غنفرقوا على هاد الطريقه. غنحيد اللي غادي نطيب فيه والاخر غادي نغسلو، غادي نخليه يتسقطر وغادي نفرقو في الاكياس. يعني نغسلو، لان ملي غنجبدو من الكونجيلاتور اولا من الفريزر غادي نستعملو ديك الساعه، غيكون مجمد غنخليه يطلق راسو وغادي نستعملو. هنايا جيت نعدل الكبسه ديالي، شاركتها معكم شحال من مرة، ولكن لأول مرة كيشوف قناتي أنا غنشاركها معاه. الكبسة السعودية اللي لا يغنى عليها، واللي الناس ديال الجنوب راه إلا شافوا الكبسة ديالي يقولوا لي الكبسة ديالك كبسة جنوبية. أنا رجعت مدمنة على الكبسة الجنوبية. المهم كبيرة ديالي بالنسبة للكبسة أنا كنعمل فيها البصل، كنعمل فيها توم، بهارات الكبسة صافي، وكنقلي داكشي هداك، ليمون أسود، واحد العويد ديال القرفة، كتقلي الحيمة ديالك ولا الدجاج ديالك اللي قسم الله، من بعد كتمرقي عليه حتى وكان تيطيب، حتى وكان تيطيب، وعاد باش كتشيخي الرز وكتصفيه وكتزيدي عليه. المهم الطريقة راها كاينة في فيديوهات كتيرة عندي في اليوتيوب واليوم كذلك. جيت باش نشارك معكم، قلت اللي غادي نعملو غادي نشاركو معكم إن شاء الله اليوم. الفيديو كيما طلع كنتمنى أنكم تقبلوا عليه. شحال ما صورت وجاتني كأنني أول مرة غادي نصور. البنات هاد الكوكوط هادي باقا جديدة، بغيت نشارك معاكم. بالنسبة إلا كانت الكوكوط باقا جديدة تحيدي منها ديك الريحة ديال الإينوكس، ما تطلقلكش في الأكل أول مرة، وفي نفس الوقت باش ديك الكوكوط تكون ما كتلصقش، كتعملي فيها كويس ديال الحليب صغير وكتسدي عليها صافي حتى تيغلى ديك الحليب، وكتغسليها بالصابون وبالما وكتبداي طيبي فيها على بركة الله. ما تخافيش، ما غاديش تلصق لك وما غادي تطلقش المذاق ديال الإينوكس. عاد اللي معروف في السعودية الإينوكس اللي كيكون اسمه السيف راه من أحسن الأنواع ديال الإينوكس. صافي حبيبات ديالي، دابا البصيلة والثومة وقفت لكم كيف قلت لكم العطرية، نقلي اللحيمة ديالي وغنخليها تقلى، والاخر غنشدو غنفرقو في البلاستيكات وغنعملو في الكونجيلاتور. من هذا المنبر انا كنشكر الناس اللي كيشاهدوا قناتي والناس اللي كتعجبهم قناتي، رغم انني درت مجهودات كبيره باش هذه القناه توصل وباش تطلع في المشاهده، ولكن لا حياه لمن تنادي. بالخصوص اليوتيوب المغربي يعتمد على مشاهدات الفضائح والشوهات، ولا كاين شي يضحك عليا نضحك عليك والتنمرات وهذا. اما الفيديوهات بحال هذا الا اذا وقف معنا الله سبحانه وتعالى والحظ
وأنتم كذلك. المهم الحبيبات ديالي أنا رجعت بفضلكم لأنني اش غنقول لكم، أنا ماشي من النوع اللي كنبعد على أساس تنمرات أولا كنبعد على أساس فيديوهات سلبية، هذا لا ما كيزعزعش فيا الشعرة يعني يا جبل وما يهزك الريح، وإنما جاني ملل أنني نصور وكنحط وما كاينة حتى شي فائدة. أنا كنقولها لكم دائمًا والله ثم والله، كنت شحال هادي كنتسنى الفائدة المادية، حاليًا كنتسنى الفائدة المعنوية أحسن وأحسن من الفائدة المادية، لأن المادة الحمد لله ربي ساترها وخدامة وما خصني حتى شي خير والحمد لله يا ربي، إنما ملي كنتعب على فيديو ونمونطيه وياخد من وقتي ونحطو ونرد على التعاليق، كنبغي نشوفو حتى أنا واخا عير واصل غير لواحد 1500 ولا 2000 مشاهدة، هذا يعني هذا ظني بالقناة، واللي عارفين القناة وعارفين يوتيوب أن 1000 مشاهدة راه ماشي شي ربح كبير، أنها لا تقاتلتي راه غتجيك واحد النصيب ديال قليل في الشهر، ماشي هو الثمن تا ديال الكونيكسيون ديال وقتك اللي كتضيعي. وإنما الحمد لله هنا جيت نشارك معكم البنات هاد الإضاءة اللي ساعدتني بزاف في التصوير، ولا لاحظتوا غتلقاو بأن الكاليتي التصوير ديالي تبدلات. شريت هادو ولصقتهم كيخدموا بالحجر بالبطاريات، ولصقتهم واحد تحت ركن القهوة وواحد تحت من هذا تحت من البوطة وواحد تحت من البلاصة اللي أنا كنشتغل فيها بزاف. وعرفتي يا البنات عجباتني القضية فهمتي، عجباتني بزاف وفكرة بغيت نشاركها معاكم ولا بغيتو تعملوها حتى نتوما. حتى ملي كندخل المطبخ هكا في الليل وهذا وكنبغي انني مثلا ناخذ الماء اولا ناخذ شي حاجه عير الشهد وهذا كنشعل لي ديك اللمبه الصغيره وكنقضي الغرض ديالي وكنخرج. المهم كيف كنقول لكم راه من القليل نخلقوا الكثير، عمر الكثير ما كيجي في دقه والله يطعمنا حلال. ودابا الكبيرات ديالي جيت نشارك معكم واحد المنظمات اللي هما خاصين بزاف ولكن القيمه ديالهم كبيره في المطبخ، اللي هما منظمات ب5 ريال، واللي هما في المغرب الثمن ديالهم 13 درهم. 5 ريال تتساوي 13 درهم اولا 12 درهم و50 فرنك، نفس الثمن اللي هما في السعوديه كاينين في المغرب. بالنسبة لهاد المنظمات هادو كيساعدوك أنك دير فيهم الطحين، دير فيهم الروز، دير فيهم سكر، دير فيهم الحاجة اللي عندك بكمية كبيرة وتست فيهم في وسط البلاكار أو في وسط دواليب المطبخ وحدة فوق وحدة. كيساعدوك بزاف كتبغي الحاجة كتمشي ليها نيشان، خصوصا أن اللون ديالهم شفاف وكيبينوا شنو في وسطهم. أنا اليوم شريتهم واختاريت أنني نشارك معاكم وأنا كنوجدهم وأنا كنحط فيهم باش نوض الحماس لبنات البلاد ونوض الحماس خواتاتي وصحاباتي وفي المتتبعات ديالي، واللي باقا ما نظمتش الحاجات ديالها تنظمها. كتشوفوني كنعمل الملحة البنات في وسط من الرز. الجو ديال الرياض كيعمل السوس في أي حاجة، كيعمل السوس في الراوس في الطحين في العطرية. دونك شنو كنعمل كناخد الكمية اللي أنا غنحتاج كنعملها في هاد العلب وكنعمل ليها الملحة، واللي كيبقى في الخنشة كانت باقا عامرة كنعملها في كيس بلاستيك وكنسد عليها مزيان وكندخلها للفريزر. هكا كنكون انا متاكده انها ما عتسوش وما عتعمل حتى شي حاجه. تقدري تعملي فيها المزاود ديال السودانيه اولا تعملي فيها الملحه صافي. وعملت فيها هاد المعلقه هذه على شكل ميزان كنوزن بها على قد اللي بغيت. حاولت انني نعمل وحده ديال الرز وحده ديال السكر ووحده غنخليها على اساس ملي غنجيب الطحين غنخوي فيها الطحين، وكل مره غنبقى نشري حتى نحيد هادوك هادي في بلاستيكه هادي في علبه. هادو كانوا ديال بحال الشكل ديال القصدير ديال النيدو، بحال الشكل ديال النيدو كان كيجي فيهم المعمول ديال التمر وملي كيخوى كيعملوا فيهم السكر. انا ما عجبونيش يعني كونهم ديال القصدير انا ما عجبونيش، وبديت كان نحيدهم بشويه بشويه وكنعمل بلاستيك. وكذلك عملت في هذه اللي كتجيني ساهله انني نعمر بها السكر. واحد الحاجه اللي كنت باغا نقولها في الاول الفيديو، واحد الفرحه كبيره اللي فرحنا حنا المغاربه كاملين والهضره داتني ماشي نسيت على البال وانما الهضره داتني وغدا كنعاود معكم على الفيديو بشويه بشويه. الحاجه اللي مهمه هو مبروك عليكم ولاد بلادي ومبروك عليكم بلادي وبنات بلادي ومبروك علينا كاملين الفوز والتاهل. وان شاء الله ان شاء الله باذن رب العالمين ولا بغى سيدي ربي يا ربي وكتب لنا كأس العالم وفرحنا وفرح العرب كاملين.
كنشكر كاع الناس اللي شاركوني هاد الفرحة، وكنشكر كاع الناس اللي اتصلوا بيا وصيفطوا لي رسائل، سواء سعوديين، سواء من مصر، سواء من الجزائر، من السودان، كاع متتبعين وكاع الأخوات والإخوان ديالي اللي على الصفحة ديالي في التيك توك، وكذلك اللي على اليوتيوب. كنشكركم بزاف، كنقول لكم هذه راه فرحتنا كاملين، ماشي فرحة عين المغاربة، فرحة العرب في العالم كامل. وصافي الكبدات ديالي هذه هي الكبسة ديالي، وهذا هو الغدا ديالي ديال اليوم. الكبدات ديالي رجعت لكم في فيديو جديد، فيديو التحدي. التحدي اللي كنتمنى ان ديرو كل ام اولا كل اخت اولا كل بنت، كلكم بغيتكم ديروا هذا التحدي وتعلموه حتى من الوليدات ديالكم. غتقولوا لي شنو هو زينب هذا التحدي اللي جيتي بنا اليوم، اللي جيتي به للقناه اليوم؟ غنقول لكم لحد الان نتوما كتشوفوا الصوره ديال كاظم الساهر، ما كتشوفوا حتى شي حاجه. التحدي البنات هو هاد تحدي التوفير. كلنا كنبغيو اننا نوفروا، كلنا كنبغيو اننا نجمعوا اللي كتب الله، نخبعوا لدوير الزمان، سواء المدرسه د وليداتنا، سواء المارت، سواء بزاف الحاجات اللي معروف. حنا في الغربه، انا كنهضر على صحاباتي وخواتاتي بنات بلادي اللي هما في الغربه. يعني حنا في الغربه الناس اصابع يدك ما هي سوا، الناس في الزين وفي الشين. يعني ما ندخلوش نعملوا دارت ما كتعرفيش شكون اللي غتعطيها وشكون اللي ما تعطيهاش، وشكون اللي غتخلصها وشكون اللي ما غتخلصهاش، يوقع مشاكل وبزاف ديال الحاجات، واغلب اللي كيتعارفون بعادين على بعضياتهم. اللهم عندي دارت مع راسي. غتقولوا لي شنو هي دارت اللي عندي مع راسي؟ هاد العلبه البنات، هذه علبه خشبيه متواجده في تقريبا حاليا متواجده في كثير من الاسواق في الرياض، من اسواق ابو خمسه، من بزاف ديال الاسواق. يعني ما عندكمش اسماء، لان الا ذكرنا اسماء كيولي اشهار، وانما الا فتشتوا عليها غادي تلقاوها في المواقع. ما ننصحكمش حيت في المواقع غاليه، في المواقع غاليه باثمنه خياليه، اللي هي ما هي والو، علبه خشبيه ها هي كما كتشوفوها. انا غنفتحها وغادي تشوفوها. هاد العلبه هذه، وبالنسبه للبنات اللي عجبتهم هذه الفكره وبغاوها يتواصلوا معايا في الخاص، وانا نقول لهم فين كاينه ومنين يقدروا يجيبوها. البنات، هذه العلبه هذه هي عباره عن صندوقه او حصاله كيف كيقولوا هنا في السعوديه، خشبيه، كيجيو فيها بزاف ديال الانواع، كل نوع وفي شكل. مثلا هذه تحدي 5000 ريال، 5000 ريال سعودي، اللي هو مليون، اللي هو مليون و200 او مليون و200 وشي حاجه، ولا مليون 250 مغربيه. يعني 5000 و1000 مليون و250، مليون و250 عفوا، مليون و250 مغربيه. انا عملت تحدي انني نجمع هذا القدر هذا. معروف اننا ملي كنهودوا في الصيف ضروري ما يكون معنا غير ان انسان كيخبع طرق خاصه، ضروري ما يقوى شي حاجه، يحيد واحد لهذا، يا اما المدرسه، يا اما العطله الصيف، يا اما الحويجات الوليدات ديال العيد، بزاف ديال الحاجات. ما غندخل لكم شي خصوصيات ديالكم، وانما هاد العلب هادو او هاد الصناديق هادو او هاد الحصالات هادو كيجيو على هاد الشكل هذا. كاين عاملين ابتداء ديال الاطفال ابتداء من 500 ريال. يعني هنا كتجي 500، هنا كيجيو ارقام. شحال ملح داك الوليد كيشد داك ستيلو، وكي مثلا رمى في الحصاله ديالو نزل فيها مثلا 5 ريال، كاينه مكتوبه 5 كيضرب على 5. كاينه 500، كاينه 1000، كاينه 1500، كاينه 2000، كاينه 5000، كاينه حتى ل 25000 ريال. 25000 ريال كتلقاها من هنا ارقام ومن هنا ارقام. غنزيد نشرح لكم اكثر وغنقول لكم كيفاش. هنا تحدي التوفير، انا متحديه نفسي انني من دابا حتى الصيف نجمع 5000 ريال سعوديه. كيفاش غادي نعمل؟ مثلا انا عندي، غنوريكم الطريقه يعني هكا على البين، ما نزيدش نهضر بزاف. عندي غدارت مع نفسي وغناخذ البوك ديالي او غناخذ بسطامي، غنشوف انا شنو اللي غادي نقدر انني نغني فيه. غنعمل لكم مثال دابا. المهم غادي نشوف انا شنو اللي غادي هذا. مثلا انا حاليا غنبدا مثلا ب20 ريال، ياك؟ كناخذ ديك ال20 ريال كنطويها على هذا الشكل البنات، هانتوما، وكنرميها
كنرميها صافي نزلت 20 ريال. كنجي لهنا ياك وكنضرب على 20 على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. فهمتوني؟ عاود داز نهار او داز يومين ولو داكشي اللي كيشوط لكم في الصرف ديال ولو داكشي اللي كيشوط لكم في الصرف ديالكم البنات. مثلا عن نزيد عاود مثلا عن نرمي. دابا انا رميت 20، لا غد ليه تسخرت شاط لي من الصرف 10 ريال، غنشد 10 ريال غادي نرميها فيها، غنرميها حتى تهبط، وغادي نمشي ل10 وغادي نضرب عليها هكا على هاد الشكل. رميت 50 غنضرب على 50، رميت 100 غنضرب على 100، رميت 30 غنضرب على 30. نهار اللي انا غنضرب عليهم كاملين غنكون متاكده انني انا عندي لداخل 5000 ريال سعوديه. وهكا تقدري ديري دارت مع راسك وترمي في الوقت اللي يناسبك، ما تحشمي مع حتى شي واحد ما تصدعي مع حتى شي واحد. نهار اللي انت كتوقفي عليها سواء كتجمعي فلوس صيفيه او لا كتجمعي فلوس العيد او لا شوفي انت شنو كتجمعي كتحليها وكتقضي الغرض بداكشي اللي عندك فيها. انا هاد الفكره بانت عجبتني بزاف وبغيت نشاركها معكم، وكيف ما كتعرفوا انا اي حاجه كتعجبني كنبغي انني نشاركها معكم. كنتمنى انكم تجربوها مع وليداتكم، تقدروا تجربوها مع راسكم، تقدري توفري فيها. انا كيف قلت لك توفري بها باي طريقه انت بغيتي وعلى قدر المستطاع ديالك وبلا ما تضغطي على نفسك. وعندك كديري واحد التحدي، انا خصني نجمع غنحلها في الشهر فلان اولا غنحلها في النهار فلان في الشهر فلان. خصني نكون انا جامعه هذا القدر هذا. اللي معروف على بنات البلاد كاملين كيهودوا البلاد. هذه احسن طريقه باش تجمعوا على الاقل، ما نقولكش باش تدوسي العطله في البلاد كامل، وانما واحد المونطو ديال واحد العلقه، واحد الطريق تقضي به واحد الغرض وانت متواجده بالبلاد. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الفكره هذه، وما تبخلوش عليا بالتعاليق وتعطيوني الراي ديالكم فيها. ورجعت لكم من جديد، وباش ما نطولش عليكم ونكون ضيف خفيف عليكم جيت نقول لكم الله يصبحكم على خير هذه الليله ديال الخميس وغدا الجمعه ان شاء الله. كنتمنى لكم جمعه مباركه، الله يدخل عليكم بالصحه وبالعافيه وبطول العمر وبكل ما كتمناو، واستودعتكم الرحمن الذي لا تغيب ودائعه. وما تنساونيش وما تنساوش تدعموا الفيديو ديالي، ما تنساوش تبارطاجيوه مع الحباب، وما تنساوش تعطيوني رايكم في التحدي وتاخذوه معايا نتوما هذا التحدي ان شاء الله يا ربي. وربي يحقق لكم كل ما كنتمناو. وباي باي عليكم، نتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.